في البداية لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد من عندنا. المسلسل ده بيكون عبارة عن جزء متفرع من مسلسل صراع العروش، بتحكي عن بداية الممالك السبعة، وبيحكي لنا المسلسل ده عن مملكة الطرغيان بس قبل 3 قرون، بداية أحد الممالك السبعة اللي كانوا في مسلسل جيم اوف ثرونز. وبيحكي عن الصراع على الحكم، بيبدأ برينيرا وعمها دايمون. وبلاش ندخل في التفاصيل أكتر من كده ويلا بينا على الحلقة على طول. بيبدأ مسلسلنا مع نهاية القرون الأولى من الطرغيان، وبيكون الملك جرهيس ملك الطرغيان صحته بتتدهور وعايز يعين وريث للحكم، وبيشد أكتر من 1000 أمير رحلهم لهارنيرال مقر الطرغيان علشان يبقوا هما الورثة. لكن الاختيار بيقع على 2 بس، وهما الأميرة رانيس طرغيان أقدم سلالات الملك، وابن عمها الصغير الأمير فرنيس طرغيان، وده برضه أقدم أكبر ذكر من نسله برضه. وبيبدأ الملك يلقي عليهم خطاب بعد إجماع كل ملوك الممالك السبعة. وقع الاختيار الأخير على فرنيس بأن هو يقعد على كينج ستون، وبتكون رانيس متغاظة جامد من القرار لأنها علشان مش ذكر فمش بيخليها تحكم العرش طول حياتها. وكان حل الملك الوحيد بأن هو يعمل وريث أحسن علشان ما يشغلش حرب بين أهل العرش نفسهم، لأن مفيش حد هيقضي على بيت آل التنين اللي هم الطرغينين غير نفسهم وصراعات مع بعضهم. بعد 9 سنين من حكم الملك فرنيس بنشوف الأميرة رينيلا، ودي بنت الملك، وهي راجعة المملكة بالتنين بتاعها واللي اسمه سايركس، وبتبقى فرحانة بيه وعمالة تموج بيه وشغل أكشن وبتاع. ولما بتنزل من على التنين بتلاقي واحد من حرس القصر مستنيها وبيقول لها كويس إنك رجعتي سليمة وبأمان، لأن لو في مرة حصل لك حاجة أنا رقبتي هتروح فيها. بتقابل هناك صاحبتها أليسنت، وبتقول لها أليسنت إن سايركس كبر وهرب يبقى شبه كريسكي، وده تنين كبير هناك، وإن هو كده هيبقى مؤهل يلبس سرج فوق. وبتقترح عليها رينيرا تركب تنين، بس هي بتكون بتحب تتفرج بس ومبتحبش تركب تنانين. وبيركبوا عربية فخمة بيجرها أحسنة شغل ملوك يعني. وبيروحوا لأم رينيرا اللي بتقولها إنها ما تركبش تنانين وهي مفرهدة تاني، وبتبقى أمها حامل وبتقولها إن أرحامها أرحام ملكية، وده بيدعونا للحرب كتير علشان الحكم. وبتقولها إنها ما تطيرش أمها في الحالة ديت علشان تعتني بيها لحد ما يجي أخوها، لأنها في يوم من الأيام هتبقى مكان أمها كده. بس رينيرا بتقولها إن هي هتفضل تتجوز فارس يكون مهتم بالحرب وما شابه وياخدها معاه معارك وكده. فبتضحك امها وبتقولها استحمل لان ريحتك كلها تنانين، وبتسيبها وبتمشي. بنشوف الملك فرنيس وهو قاعد بيتناقش مع الوزراء في حل المشاكل اللي بتحصل في البحر اللي تابع للمملكه، وان في واحد ظهر اسمه جرغاس قاطع طريق لسفن البحر، وبيكون عين نفسه ادميرال على الثالوث، يعني حاكم يعني لعده مناطق كده صغيره، وبيبقى ليه طرق فظيعه بيعذب بيها الناس. وبيطلبوا منه ان هو يعين اخوه دايمون قائد للحراسه اللي طالعه علشان توقف جرغاس. وبتيجي بنته رانيرا واللي بتكون بتحب ابوها قوي. بعد كده بنشوف الملك والوزراء بيتكلموا في موضوع الوريث اللي هيجي بعد كده، فبيقول لهم ان مراته حامل في ولد، وبيقولوا له ان محدش بيعرف بجنس المولود لكنه بيبقى مصر ان هو ولد، وبيقول لهم ان هو هيبقى كده مكانه وهو اللي هيحكم. وبتشوف بعد كده الاميره رانينا وهي ماشيه مع حد من الحرس، وبتسال عن واحد وبيقول لها ان هو عدى من الطريق المكنوز الاحمر ومحدش يعرف بكده. واول لما بتفتح رينينا الباب بتلاقي عمها قاعد على كرسي العرش، فبتقول له ان ده مش مكانك، لكنه بيبقى عنده امل في ان هو يحكم العرش بعد كده. وبتقول له نريرا ان امها حامل فعشمك دبله وتشرب ميته. وفي الاخر بيديلها عمها سلسله من فولاذ الفرنيل علشان تبقى لابسه حاجه من التراث القديم. بتروح بعد كده الاميره نريرا تقعد مع صاحبتها اليسنت واللي بتبقى بتحكي لها عن كتاب الفرنيل، لكن نريرا بتبقى عارفه كل حاجه في الكتاب، وبتقول لها ان ست لو خايفه من ان المولود يكون ولد وتبقى تحت سيطرته. ولكن رينيرا بتبقى مش فارق معاها منصبها، اهم حاجه راحه امها، وبتكون هي اصلا عاوزه المولود يكون ولد علشان امها وابوها، وفي نفس الوقت علشان تركب وراه تنانين براحتها وتشوف العجائب العظيمه بين البحار الضيقه. بنشوف الملك وهو بيتعالج من ندبه في ظهره واللي بتكون جات له لوحدها بسبب التفكير في المولود. بيبقى الاطباء اجمعوا ان هم يكووا الجرح بتاعه، وبيبقى مستشاره عاوز يعمل انقلاب في المملكه علشان يعرف مين السبب في ده، بس كان بيأكد له ان ده انشغال العقل بحاجه معينه جامد بيأثر على الجسم بالسلب، وبيطلب منه المستشار ان هو يكتم على الخبر مهما كان السبب. ولما بيروح لمراته بنعرف السبب في كده، وهو ان هو خسر ولده في المهد و2 في بطن امهم، فهو خايف على المولود الجديد. بنشوف دايمون اخو الملك فرسيس وهو بيؤمر رجالته اللي كان مسميهم العساسه يتحركوا في المدينه ويجيبوا كل مجرم ويعاقبوه، لان المدينه بقت كلها مجرمين
المجرمين وانطلقوا في المدينة، والحرامي قطعوا ايده والقاتل قطع راسه. بيجتمع الملك فرسيس بالامراء السبعة واخوه دايمون علشان يشوفوا هل اللي عمله ده صح ولا دي وحشية، وفي الاخر بيتفقوا ان هو ما ينفعش يمشي بالنهج ده في معاقبة المخطئ لان ده ضد القوانين. هو بيكون تبريره ان في امراء كتير وناس مهمة بتيجي عند بلاط الملك فما ينفعش يتسرقوا ولا يتهددوا حتى. بنشوف تاني يوم الملك فرسيس وهو مجتمع بالشعب كله في حلبة فروسية وبيفرحهم بخبر ان مراته هتولد، وبيبقى في فارسين بيتقاتلوا تحت، وبيفوز الامير كول من ستورلاند واللي بتكرمه الاميرة رانسيس بنفسها وبتديله تاج ورد. ولما بيفوز كول في مباراة تانية بتسأل رينيرا واحد من خدام ابوها عنه وبيقولها ان هو الابن الاخير للملك دارنورد، وبتبدأ الجولة التالتة واللي بيكون فيها دايمون، ولما بيفوز بتلبسه ألسنة التاج. بس في الوقت ده بيجي خبر وحش الملك فرنيس وهو ان ابنه مش عارفين يطلعوه من بطن امه، فبيضطروا ان هم يخرجوه من بطنها، ودي فيها تضحية بالام ولكن الملك بيوافق. بنشوف مباراة جديدة بين دايمون وواحد تاني، لكن المحارب التاني بيوقع دايمون من على حصانه، بس دايمون بيصر ان هو يكمل المباراة بالسيف وبيتقاتلوا، وبيكسر المحارب درع دايمون وبيوقعه دايمون في الاول لكنه بيقوم ويوقع دايمون، واللي بيخضع له دايمون واللي بتديله التاج الرمادي هي الاميرة رينيرا. بنشوف الامراء اللي في الساحة كلهم قاموا والساحة بقت حزينة، وبيروحوا بعد ما كفنوا رينيرا علشان يعزوها، ولكن الصدمة الكبيرة اننا بنشوفهم مكفنين ابنها جنبها اللي بيبقى مش مكتوب له عمره هو كمان. وبيجي دايمون يقول لنيريرا ان ابوه عايز يتكلم معاها، ولكنها بتبقى زعلانة منه لان هو علشان يبقى ليه وريث قتل امها، وبترد على عمها تقول له انا مش ولد، وبتنادي على التنين بتاع اللي اسمه سكراس وبتخليه يحرق جثة امه واخوها. وبيروح الملك فرنيس المجلس العرفي بتاعه هو والوزراء، وبيتكلم الوزراء في الوريث الشرعي وبيتقسموا بين معيد ومعارض لحكم اخوه دايمون، ولكن بيجي رأي يقول ان بنته رانيرا هي اللي تمسك، ولكن برضه بيعترض البعض لان ده مخالف قواعد دامت اكتر من 100 سنة في المملكة، وبيبداوا يتناقشوا والملك شايفهم فبيتعصب عليهم لان هما بيتكلموا في الخلافة ومرات الملك وابنه لسه ميتين. بيكون هيطور وده واحد من الوزراء السبعة اللي كانوا قاعدين مع الملك، بيكون قاعد وبتيجي على سنت بنته وبيقول لها انها لازم تروح للملك فرنيس تعزيه في غرفته، وفعلا بتروح له ومعاه كتاب هدية لان هو بيحب التاريخ. بنشوف بعد كده دايمون بعد ما اشترى بيت دعارة للضباط علشان يرفعوا عن نفسهم، ولكن المشكلة ان في وسط ده قال ان هو الوريث. تاني يوم بيجتمع الملك بالوزراء وبيقول له هيطور ان دايمون قال ان هو الوريث، فبيجيب الملك فرسيس اخوه دايمون عند كرسي العرش وبيسأله هل هو قال كده ولا لا، فبيقول له ان هو قال، فبيتعصب الملك وبيقول له ان هو مش الوريث وان هو هيرجعه للستون عند مراته ومش هيشوف الملك تاني. بيروح الملك فرسيس عند تمثال تنين كبير وتحته شموع، وبتيجي بنته وبتسأله شايف ايه لما تبص للتنانين، بتقول له ان حكمنا بسببها اما احنا من غيرها زي البشر العاديين، لكنه بيعارضها بيقول لها ان مش بالسهل التحكم في التنانين من البشر واحنا بنقدر، وبيتأسف لها لان هو فضل على طول حياته يفكر في ولد ومبصلهاش ولا مرة على انها اميرة، وبيقول لها انها الوريثة الوحيدة ليه. تاني يوم بيجتمع الشعب علشان الخبر وبيقف كل لورد علشان يحييها ويتعهد بالطاعة ليها. بيقول للملك فرنيس لبنته السر اللي تورثه عن ابائه، وبيكون السر هو ان ايغون دور على مية سودا من دراجون ستون علشان تكون ارض خصبة يعيشوا فيها، وزي ما دايمون سعى الخراب فاليرا ايغون برضه سعى الخراب البشرية كلها، وديت بداية شتاء شديدة جاية من الشمال. وبيقول لها ان ايغون شاف ظلام فالرياح اللي جاية من الشمال ديت هتدمر البشرية كلها، ولما بيوصل الظلام ده لازم قالوا ورستوس يدافعوا ضده، ولو نجا عالم منسيس لازم يتوج بعرش ترغيان على العرش الحديدي ملك او ملكة يقدر يوحد المملكة ضد الشتاء والظلام. وبيقول لها في الاخر ان حلم ايغون ده سماه اغنية الجليد والنار، وبيطلب منها انها تحافظ على السر ده طول حياتها. وبنشوف في نفس الوقت ده دايمون ركب تنينه مع مراته، وده بيبقى اشارة مش حلوة. بعد كده بيروح للافتتاحية اللي بتكون جبارة ومعبرة برضه لما بنشوف في الاول حلقة التنانين وحواليهم الدم، وزي ما قال دايما الحلقة اللي فاتت اللي بيربطنا اكتر من الدم هو التنانين، وبنشوف دوائر حوالين بعضها، وبتكون الدايرة الاولى فانيرا واللي فيه تاج ايغون واللي بيبدأ الدم يتوزع، وبيستنتج ان معنى الدم ده ان الشخص ده ميت، وبيطلع خط دم من ايغون ماشي الدايرتين ومرانيس زوجة ايغون اللي انجبت اينيس وكمل النسل للاخر، وفي سينيا اخت ايغون الكبرى انجبت ميجور القاسي وانتهى النسل بيه. بس بنلمح لتفصيلة رهيبة وهي ان في دايرة اينيس بيكون في التنين مراكسيس وفي راسه رمح واللي ماتت على راسه رانيس، وبيتجه بعد كده خط الدم لجرهاس والسون، وبعد كده بنشوف خطوط دم كتير متشعبة وده بيدل على كثرة انباء جرهيس والسون، ولكن من ضمن الخطوط ديت في خطين بارزين لبنون واراسيا والدين فرساس
فرساس ودايمون، وبعد كده بنشوف الدم بيروح على دايرة فرساس وبنشوف التاج عليه، وبيكمل الدم رحلة ناريرا، واللي بيثبت لها بعد كده ان الشعار اللي في الدايرة هو نفس الشعار اللي في السلسلة اللي اداها دايمون لناريرا. وده بيدفعنا نركز في الافتتاحية. بعد كده بنشوف سلطعونات بتاكل في جسم بني ادم، وبيكون كراغوس هو اللي مسلطها عليهم. وبنروح بعد كده لمجلس القضاء، واللي بيكونوا بيفكروا يعينوا لورد جديد بعد ما اللورد ريان مات، ولكن بيجي كولوريس وبيقول لهم ان في حريق في جزر سيتيبونس خسر فيه كولوريس 4 سفن، وعايز يدخل حرب مع المدن الحرة ويقضي على القراصنة اللي بيقودهم كراغوس ويقضي على منبع السلطعونات. ولكن كل اللوردرات بيرفضوا لان الممالك السبع ما دخلتش حرب مع المدن الحرة قبل كده. وبيبان هنا شخصية رينيرا لما بترفض رأيها انها تروح هي وركيبة تنانين، وبيقنع هتاور الملك فرانسيس برأيها. بياخد هتاور الأميرة رانيرا علشان يختار اللورد الجديد مكان رينام واللي هيحمي والدها. بعد كده بيتعرض قدامها كام أمير كفر، ولكنها بتختار الأمير كريستون كول رغم اعتراض هتاور، بس هي في مرحلة إثبات شخصيتها دلوقتي. بنشوف بعد كده أرسنتو وهي عند الملك فرانسيس، واللي بيكون بيكمل المجسم بتاع مملكة الفرنيرة واللي بدأت بيها عائلات ركيبة تنانين، ومش بتبقى غير عدد قليل من الفرنيرة وكل عائلة التارجيريان. وبيقول الملك فرانسيس لأنسنت إن الفريان كانوا عايشين في أنغورين على جبل فوق البركان، وأول لما هبطوا ولقوا بيض التنانين من هنا كانت البداية. مع استخدامهم سحر الدم الأحمر بدأت رحلة ركيبة تنانين، وبيبدأ يشتكي الملك الأنسنت من بنته اللي بقت بعيدة عنه، ولكنها بتقول له إن أمها لسه ميتة فلازم يعذرها. بنشوف أليسنت بتعلم رينيرا في المعبد، وبنشوف رينيرا بتعيط وبتقول لأليسنت إنها نفسها أبوها يشوفها أكتر من مجرد بنته، وبتقول لها أليسنت إن أبوها بيحبها. بيروح الملك فرانسيس يقابل بنت عمه رانيس واللورد كولورس، واللي بيبان إن هم عايزين السلطة لما بيقولوا له إن هو لازم يتجوز الأميرة رينا بنت رانسيس وكوليس علشان يتحد عائلة الفرنال وعائلة التارجيان ويبعد العداوة عنه. وبيروح يناقش الكلام ده في المجلس، ولكن هتاور ما بيكونش عاجبه الكلام دوت، وبيقول له إن كوليس نيته مش حلوة ويعلم مين نيته زي لون جزمته. في نفس الوقت ده بيشوف الحكيم جايب ديدان للملك علشان ياكلوا صباعه اللي عفن بعد ما اتصاب من العرش الحديدي، واعتقد ان دي اشاره ان الملك فرنيس ضعيف الشخصيه والعرش الحديدي غضبان من ان هو يقعد عليه. بتروح لينا تتمشى مع الملك فرنيس وبتقعد تتكلم معاه عن التنانين زي باليون وفرغار العظيم اللي بعض علماء سابستون قالوا ان هم سمعوا اغنيته اللي بتعبر عن حزنه، وده معناه ان هو لسه عايش. وبتغير لينا الكلام وبتقول له ان هو لازم يضم العيلتين، والصدمه انها بتكون لسه طفله صغيره. بتكون نريرا شايفه اللي بيحصل ومتضايقه، ولكن رانيس بتقول لها ان كده كده ابوها هيتجوز، وبتقعد تستفزها علشان تبين ان لما ابوها يخلف من لينا الولد هو اللي هيحكم مش هي. وهنا بيبان نية رانيس وكوليس من طلبهم بجواز الملك فرنيس من لينا. بنشوف الملك قاعد مع أليسنت وبيحكي لها ان المجلس عايزه يتجوز بلينا، وأليسنت بتقول له ان هو يستمتع مع لينا زي ما أليسنت بتستمتع معاه. ربنا يكفيك كده، النسا بياخدوا اللي عايزينه بالطريقه. وبتكون صلحت له تمثال تنين علشان يكمل بيه مجسم فرنيلا وبتديهوله هديه. وفجاه بيجي هتاور علشان في موضوع طارئ ولازم الملك يجي المجلس. بيجي واحد من حراس بيض التنانين وبيقول للملك ان دايمون ساب رساله بيقول فيها ان هو سرق بيضه منهم بصفقه الوريث الشرعي علشان هو اتجوز ماسيريا وهي حامل، فلازم مولودها يرقد على بيض التنين زي عادات الترجيان. ولما بيعرف ان هو سرق بيضه ديمافاير اللي كان هيرقد عليها ابنه اللي مات، بيجهز كتيبه علشان يهاجم دايمون، بس هتاور بيقول له ان هو هيروح بداله علشان ما يخاطرش بحياته، وبيوافق الملك على كده. بيوصل هتاور عند دايمون وبيقول له ان هو لو ما سلمش البيضه هيقلبها عليه حرب، لكن دايمون بيوافق بالحرب. واول لما بيوصلوا رجاله هتاور بيطلع سيوفهم، فبيلاقوا تنين دايمون وراهم فبيدخلوا سيوفهم تاني. ولكن لما بتيجي ناريرا على التنين بتاعها في مشهد ملحمي بينبهها سايركس وبتنزل تقول لدايمون ان هو لو عايز العرش يقتلها ويريحها من كل ده، ولكنه بيرفض وبيديلها البيضه وبتاخد تنينها وبتمشي. وبعد كده بتكون رينيرا علمت على هتاور ومكانتها بتعلى في عيون الجيش اكتر. وهنا برضو بيبان ان دايمون عايز العرش، بس العيله بالنسبه له رقم واحد ايا كان. بس لما بيرجع دايمون لمراته بتعنفه لانها مش هتقدر تستحمل مشاكله مع عيلته. بنشوف الملك فرساس وهو ماسك الهديه بتاعت أليسنت، وبعد كده بيروح لواحد من علماء المملكه يستشيره في زواجه من لينا، ولكنه بيقول له ان هو لازم يتجوزها علشان العرش ما يضيعش ونفضل ضامنين اعدائنا في صفنا. وبيقول له ان هو لو ما عملش كده كورسيس هيبقى عدو لدود. بيروح الملك فرساس يتكلم مع رينيرا وبيقول لها ان هو زعلان على موت امها، بس المملكه هتبقى ضعيفه علشان هي الوريثه الوحيده فلازم يتجوز، وبتوافقوا رينيرا. تاني يوم بيروح الملك فرساس المجلس وبيعلن عكس المتوقع ان هو هيتجوز ألسنت. وفي الوقت ده بيقول لكورسيس ان هم اقوى عيله، ولكن الملك بيقول له ما تنساش ان الملك اللي بحكمك. برضه رينيرا بتسيب المجلس وتمشي لانها حست بمخطط صعباني بيحصل. بنشوف كورسيس وهو قاعد مع دايمون وبيقول له ان هو في الوقت اللي كانوا فيه التارجيان هم ملوك البراكين والتنانين كانت عائله الفنان ملوك البحار، واللي صنع مجدها بنفسه كوليس. وبيقول له ان هم لازم يتحدوا علشان يستعيدوا مكانتهم، وهتكون البدايه ليهم هي الهجوم على ستوبرسنس والقضاء على
اللي فيها بيبقى بدأ يتكلم بطريقة سيئة مع الملك، بس دايمون بيمنعه ان هو يتكلم عن اخوه بالشكل ده. بس بيبان في الاخر ان دايمون وافق على خطة كورسيس وكده درهار وهو بيعذب واحد من جنود المملكة اللي هو اتعود يعذبهم ويأكلهم للسلطعون بتاعه. وبتبقى الحرب قايمة والدنيا مولعة، وبيدقوا مسمار في ايد الراجل دوت وبيعذبه. وبيجي الامير دايمون بالتنين بتاعه كراكس وبيهجم على درهام، وبيبقى هيقتله لحد لما بيبدأ رجالة درهار يضربوه بالاسهم، وبيجي واحد فيه هيبقى هيموت فبيهرب. وبيروح للقصر الملكي واللي بتكون أليسنت زوجة الملك فرسيرس اتولد وبقى عنده 2 سنين واسمه اوجون. وبيكون الملك عامل حفلة على شرفه، وبيجيله اخبار من واحد من جنوده وبيقوله ان مغذي السلطعون عمل حصار في بلدستون، وان رجالته خربت اسطول المملكة، وان مشكلة ست برونز في غاية الاهمية. فبيقول له الملك اللي خلى المشكلة تستنى 3 سنين هيخليها تستنى 3 ايام اللي بنحتفل بيهم بابني. وبيبدأ الملك يدعو الناس للاكل، وبيسأل الملك بتاع عن الامتعة جاهزة لرحلة الصيد ولا لا. فبيقول له التبعة جاهزة، وبيقول له كله تمام وهنوصل قبل منتصف الليل لغابة الملوك اللي هنصطاد فيها. وبيسأله الملك على نيريرا وبنته، وبيقول له ان هو ما يعرفش مكانها. وبتكون رينيرا قاعدة في الحديقة راكنة على شجرة كده بتقرا كتاب، وجايبة واحد يعزف لها الأغنية اللي بتحبها. وبتروح لها أليسنت وبتدعوها لحفل الصيد، بس رينيرا بتوافق لأن ده أمر من الملك مش علشان الملك ده والدها ولا حاجة. وبتكون العيلة الملكية مسافرة في عربية فخمة طبعا، وبيطلب الملك من بنته تصطاد معاه على شرف أخوها، بس هي بترفض وبتقوله ما بتحبش تسمع صوت الخنازير بتصرخ وهم بيصطادوها. ولما بيوصلوا بيدخلوا خيمة ملكية، وبتكون رينيرا اتأخرت فبتدخل بعدهم، وبتسمع شوية نساء ملكية كده بيتكلموا في أمور الدولة، وبتكون أليسنت معاهم فبيدعوها تتفضل معاهم، وبيقولوا لها إن حرب التاج موجودة وإنها لازم تطالب بحقها من عمها دايمون. فهي بتحرجهم وبتمشي، ولما بتمشي بيقابلها أمير هو قائد من أعظم قادة الملك، وبيسأله إذا كان عيد ميلادها كان شبيه بعيد ميلاد أخوها كده. فبتقول له مش فاكرة بصراحة، وبيكون اسمه اللورد جايسون. وبتقول له عرفت من الأسود اللي على قميصك وأخوك تابع للملك على طول. فبيقول لها أخوها تايلاند ده ممل بس الآلهة بتحبه، وبيعزم عليها بنبيز وبيفتحها ان هو عاوز يتجوزها وبتاع، بس هي بتسيب له النبيذ وبتمشي. وبتروح تزعق لوالدها وبتقول له ان هي مش هدية بتتقدم للبيوت العظيمة، وبيقول لها انت دلوقتي وصلت لسن الزواج ولازم تتجوزي. فبتقول له ان هو متعجرف ومغرور وما ينفعش حتى لو هتزوج، بس هي بتقول له ان هي مش عايزة تتجوز اصلا. فبيزعق لها الملك جامد وبياخد الحضور بالهم، وبيجي له اوتو وبيقول له ان الصيادين بعتوا تقريرهم وشافوا ايل ابيض وده ملك ملوك الغابة، وده نظير خير لابنه الملك ايغون. وفي الوقت ده بتكون رينيرا مشت وسابت المكان متعصبة، وبيجري ورا كريستون الحارس الشخصي بتاعها وبيلحقها. ولما بيقول لها نرجع بتقول له الجو حلو خلينا نلف لفتين في الغابة الملكية. وبتقعد هي تسأله هل خطبت قبل كده وبتاع، وبيقول لها فبتحسده على انه هو اختار بمزاجه، وبيقول لها اي حد يتمنى يكون مكانك يا اميرة. وبتقول له ان كل مفكر حياة الاميرة رفاهية، بس انا اميرة على الورق ما بعرفش اخد قرار علشان هم مش بيسيبوني اعمل كده. وبيقول لها ازاي وانت اللي عينتيني في الحرس الملكي ونقلتي حياتي نقلة تانية، وانا شاكر ليكي جدا. وفي الوقت ده بيكون الملك قاعد بيشرب، وجايله جايسون رمح هدية علشان الصيد، وبيطلب ايد رينيرا، بس الملك بيزعله وبيقول له انا اللي اختار لها مش انت اللي تعرض عليا حاجات علشان اوافق. وبيجي اوتو وبيقول له احسن حل علشان نمنع العرسان ديت انك تعلن خطبة الامير ايجون ورينيرا. فبيقول له الملك ازاي يا جدع انت بتهزر، على رأي عادل امام ده 2 سنين. فبيقول له اوتو هو ده الحل، وبيقول له الملك قوم امشي. وبيفضل يشرب لحد لما بيجي له واحد من القادة بتوعه وبيقول له ان كريستون راح ورا رينيرا وما يخافش عليها، وان بنات الملوك كلهم كانوا كده، وبيقترح عليه زوج رينيرا للسير نيرر ابن افعى البحر علشان ينمي العلاقات بينهم. وبيسيبوا الملك وبيمشي، وبيكون في الغابة الاميرة نيريرا ومعاه كريستون، وبيطلب منها يرجعوا علشان الملك ممكن يكون قلقان عليها. وبتسأله نيريرا هل المملكة هتوافق عليها ملكة، فبيقول لها ما عندوش حل تاني. وبيسمع صوت حاجة وبيسحب سيفه، وبيكون خنزير بري وبيهجم عليه. فجأة الخنزير يوقعه وبيهجم على الاميرة، وبتقاوم لحد لما بيقوم هو وبيقتله بطعنة، وبتكمل عليه الأميرة لما بيطلع عايش. وبيروح للغابة الملكية، وبيكون الجنود ماسكين الآيل للملك علشان يقتله، وبيطلع مش أبيض ولا حاجة بس بيكون كبير، وبيقتلوا الملك على مرتين. وفي نفس الوقت ده بتشوف رينيرا آيل أبيض وهي واقفة مع كريستون، وبتطلب منه إن هو ما يقتلهوش، وده كان نظير من الآلهة بتاعتهم يعني إن هي هتحكم. وبيرجعوا معاه الخنزير البري اللي اصطادوه امبارح. وفي القصر بيكون اوتو مع بنته أليسنت، وبيحرضها إن هي تلعب في دماغ الملك
علشان يخلي ايغون هو وريث العرش لان هو يستحق ده. ولو رينيرا حكمت المملكة هتتقسم وهتتمزق، وهي بتكون معترضة ومشجعة فكرة ان رينيرا تبقى هي الملك عادي، بس هو بيقنعها وبتروح أليسنت زوجها الملك، وبيبقى قاعد وزعلان على بنته، وبتجيله رسالة من اخو صعبان البحر طالب المساعدة في سبيستون وهو هيبقى مطنش، وبتسأله زوجته ليه ما بعتش ليهم جيش يساعدهم، فبيقول لها الحرب ديت بدأت 2 اتمردوا عليا، فلو ساعدتهم الناس هتقول عليا ايه؟ وبتقول له ده اخوك مهما كان الخلاف، ولمصلحتك ان اكيل السلطعون دول هينتهوا. وبيكون الملك بيبعت جيش يساعد حلفائه ضد اكيل السلطعون، وبتيجي بنته وبتبقى لسه غضبانه منه، وبيوعدها ان هو مش هيجوزها غصب عنها، بس هي لازم تختار زوج يدعمها في حكمها ويكون سند ليها. وبيكون القادة بيخططوا ازاي هيهزموا اكيل السلطعون، وبيجيلهم رسالة من الملك فرسيرس، وبيكون محتواها ان هو بعت له سفن ورجالة تساعده في الحرب، لان مهما زادت مشاكلهم مش عاوز يشوفه يتهزم، وان هو هيدعيله يرجع عايش. فبيتعصب ديمون وبيقتل الرسول اللي تبع الملك، وبياخد مركب وبيروح لأكيل السلطعون لوحده، وبيعمل نفسه مستسلم لحد لما بيقربوا منه، وبيقتل منهم عدد وبيجري يهرب من الأسهم، وبيقتل أي حد يقابله لحد لما بيجي في أسهم وبيقع. وفي الوقت ده بيهجم عليه أكيل السلطعون، بس بيجي الجنود حلفائه يساعدوه، وبيظهر التنين وبيزود قوتهم، وبينتصر وبيدخل هو يجيب درهار وبيقطع رقبته وبيجيبها، وبيروح للأميرة نيريرا وهي قاعدة وبيجيلها كذا عريس علشان هي تختار ما بينهم. وأول واحد بيتقدم وبيعرف نفسه بيكون راجل عجوز أكبر من الملك نفسه، وبيقعد يحكي عن إنجازاته وإن هو قابل ناس كتير وعايش في فترة حكم ملوك كتير وليلة كبيرة سعادتك، وبتهزقه الأميرة وبتقل منه يعني. وبيدخل بعده أمير صغير سنه 14 سنة كده اسمه بلاكور، وبيكون كل اللي بيميزه إن هو من عيلة عندها جيش كبير في لافراند، وإن هم حكموا وكانوا ملوك قبل كده. وكل لما بيجي الأمير براكورد يتكلم ويحكي عن العلاقة اللي بينه وبين عيلته وعيلة ترجيان، بيتريق عليه واحد من اللي واقفين واسمه براكن. وبرضه لما بيجي يقول للأميرة تزوجيني وهتبقي تحت حمايتي وكده، بيتريق عليه نفس الشخص وبيقول له هتحمي مين يا نجم، دي عندها تنانين، روح شوف حد يحميك. فبيتعصب عليه براكورد وبيسحب سيفه، فبيسحب براكن سيفه. ولما بتشوف كده الأميرة بتمشي، وهي ماشية بيكون براكورد قتل براكن. وبتركب الأميرة السفينة، وهي في الطريق بتقابل التنين بتاع ديمون وبتفرح لان هو لسه عايش. وبترجع الاميرة للمملكة، ولما بتوصل بيكون الملك في انتظارها وفي ناس كتير في الغرفة بتاعته. بيجي ديمون عمها بعد لما انتصر على السلطعون والتحالف الثلاثي، وبيدي للملك سيف السلطعون تعبيرا عن خضوع للملك يعني. وبيستغرب الملك لان هو لابس تاج، وبيقول له انت لابس تاج، هو انت بقيت الملك ولا ايه؟ فبيرد ديمون وبيقول له ان هو لما هزم التحالف الثلاثي اعلنوا معاونين ملك البحر الضيق، وان هو عارف ان المملكة ليها ملك واحد بس هو في سيرياس، وبينحني للملك في سيرياس وبيقدم تاجه ومملكة سبيستون تحت امر الملك في سيرياس. فبيسأله الملك عن اللورد كلورس، فبيقول له ديمون ان هو راجع مملكته وان فاضل في المملكة هي جثث السلطنات مرفوعة على رماح تحذير لأي حد يفكر يقرب. وبياخد منه الملك التاج وبيقول له انهض وبيحصنه وبيسقف اللي واقفين. وتاني يوم بيبقى فيه احتفال برجوع ديمون للمملكة، وبتروح الأميرة تهني عمها اللي بيكون واقف مع والدها. وبتروح الملكة أنيسنت تقعد مع الأميرة نيريرا وبتسألها عملت ايه في اختيار الزوج المناسب، وبتقول لها ربنا يكون في عونك يا رينيرا، لأن الواحدة بتبقى مش عارفة تختار بين 2 خطاب، انتي في أكتر من 40 واحد متقدمين لك وبتوددوا ليكي. بس بتقول نيريرا إن هما مش بيحاولوا يرضوني أنا، هما عاوزين اسم ودم الملكي بس علشان ذريتهم تبقى ملكية، وإن الواحدة صعب تبقى محبوسة في قلعة مهمتها الوحيدة الخلفة وبس. وبتاخد بالها إن هي جرحت أليسنت بحوار الحبس والخلفة ده، فبتعتذر لها. وبتروح أليسنت لعمها ديمون وبتقول له ايه اللي رجعك، اكيد في سبب تاني غير انك تستفز الملك. فبيقولها ان هو بس عاوز يستريح في وطنه، وبتكلمه عن جوازها، وبتقول له ان والدها عاوز يبيعها لاي امير علشان يحسن العلاقات ويقوي موقفه في المملكة، وهو بيقول لها ان الجواز ترتيب سياسي لابد منه. فبتعترض وبتقول له ده للرجالة بس مش للنساء. وبيكون الملك قاعد مع مستشارينه وبيتكلم معاهم، وبيقول له ان هو لازم سبيستون تبقى تبع المملكة علشان افعى البحر ما عندهاش حكاية زواج الملك من بنته. وبيقول لهم الملك عدى سنين على الموضوع ده، بس بيكون ردهم ان افعى البحر راجل عنده كبرياء وعمره ما هينسى مع السنين. وبيرد واحد تاني وبيقول له ان كبرياء كوليريس هو افعى البحر، يعني اخر شيء ممكن يخوفنا. بس بيقطع الكلام ده اوتو معاون الملك، وبيقول ان اخوه بعت له رساله ان كوركيس بيعمل مفاوضات مع حاكم برافوس عن طريق ان هو هيجوز بنته لابن حاكم برافوس، وان حصل التحالف دوت لابد للملك ان هو يعمل تحالف بالزواج برضه معاهم. ولما بترجع
بترجع الأميرة نيريرا غرفتها، بتلاقي ملابس قديمة، ملابس الناس العامة، وجواها رسالة من عمها ديمون بيشرح لها ازاي تخرج، وبيكون في باب سري وبتلبس اللبس وبتخرج معاه، وبيكون هو كمان متنكر في لبس العامة، وبينزلوا الشوارع وبيلفوا فيها، وبتشوف الأميرة حاجات عمرها ما شافتها، وبتشوف مسرحية عن القصر الحاكم، وبيكونوا عاوزين أخوها إيغون لأن هو ذكر هو اللي يمسك الحكم، بس هي ما بتديش اهتمام برأي الناس أصلا، وهي مش بتخطف أكل من بياع وبتجري وبيمسكها الحارس بس بيسيبها لما بيعرف إن هي الأميرة، وبعد كده بياخد الأمير إيغون لمكان مش ولا بد منه، يعني مكان مش محترم، وبيعمل معاه حاجات مش ولا بد برضه، وبيسيبها وبيمشي، فبترجع للقصر وبتكمل اللي مش ولا بد ده مع الحارس بتاع كريستون، وبيكون ديمون عند العاهرة اللي راح لها، وبيروح قطن الملك وبيقول له ان في رسالة جات له من عند حد عن الأميرة، وبيبقى الملك الغلبان مفكر ان هي تعبانة ولا حاجة، بيقول له قطن ان الشخص ده شافها في وضع مش تمام مع عمها ديمون، وبتكون أليسنت بتسمعهم من ورا الباب، وبرضه الملك ما بيكونش مصدق اللي بيقوله قطو، وبيسأل قطو عن اللي قال كده، بس قطو بيقول له ان ده سر، وان الخدم قالوا ان هم شافوا الأميرة وهي خارجة من كينزلاند في وقت متأخر، وبيقول له الملك وصلت بيك الوساخة انك تبعت حد يتجسس على بنتي علشان طمعان في الحكم لحفيدك إيغون، ومقابل ده عاوز تدمر بنتي، وبيطرد الملك قطو، وبتبعت الملكة كريستون ينده لنيريرا، وبتروح نيريرا للملكة أليسنت وبتسألها أليسنت على اللي حصل، وبتقول لها نيريرا ما حصلش حاجة، وبترد أليسنت ان هي سمعت ابوها بيقول ان هي كانت مع عمها في مكان مش ولا بد، وبتعيط الأميرة وبتقول لها ان هي كانت بتتفرج معاه بس وما حصلش حاجة، وان هي لسه عذراء، وما بتصدقهاش أليسنت، وبتقول لها أليسنت ان هي خايفة عليها، وبتقول لها كمان ان انتوا عائلة الترغيان عندكم حاجات غريبة، وان هي خايفة عليها مش بتتهمها بحاجة. وتاني يوم بيرجع ديمون متبهدل، وبياخدوا الحرس للملك وبيضربوا الملك، وبيقول له لو وسط شرف ليه مع انك اخويا، وبيقول له ديمون تجربتها الاولى لما تكون معايا انا احسن، فبيخنقوا الملك وبيبقى عايز يقتله، بس بيعرض عليه ديمون يزوجها له، وبينهي موضوع يصلح غلطته يعني، فبيطردوا الملك وبيقول له ارجع لزوجتك الشرعية. بيكون الملك واقف يبص من الشباك، وبتروح له أليسنت وبتسأله كلمت رينيرا ولا لأ، فبيقول لها لأ، فبترد عليه ان رينيرا مش طبعها الكذب، وان هي قالت لها ان هي لسه عذراء فهي مش هتكذب عليه، عكس ديمون اللي طبعه الكذب اصلا، وان هو بيعمل كده علشان يقلل منك بس مش اكتر. فبيقول لها الملك ده ما يمنعش ان رينيرا غلطانة برضه، وبيسيبها وبيمشي، وبيستدعي الملك رينيرا وبيوريها خنجر قديم من ايام جده الملك، وبيقول لها ان لو جده لسه عايش ما كانش هيخليها تبقى الملكة، وبتقول له اسألني الاول ايه اللي حصل، فبيقول لها مش مهم، المهم انك سوقتي سمعة القصر الملكي، وبتقول له ان هي لو كانت ولد كانت هتعمل اللي هي عايزاه عادي، فبيقول لها لو ولد بقى، وبيقول لها تتجوزي نورر ابن افعى البحر ومن غير نقاش، وان هي لما تتجوز نورر ويتحالف التنانين مع اساطير البحر هيبقوا قوة محدش يقدر عليها، فبتقول له تمام، طب وبالنسبة اللي طمعان في عرشك، فبيقول لها مين، فبترد قطو معاونك اللي عاوز يعمل اي حاجة علشان يعين إيغون على العرش حتى لو هيفضح بنتك، وبتقول له انا هعمل واجبي كوارثة واتجوز وانت اعمل واجبك اتجاه المملكة، بيستدعي الملك فرسيرس قطو ويقول له انت فضلت تترقى، وكل ما بتقرب من واحد وتبقى معاون بيموت لحد لما بقيت معاوني، وجوزتني أليسنت علشان انسى كل حاجة، وبيشكره على خدمته للمملكة، وبيقول له مش هينفع اثق فيك بعد كده، وبيجرده من منصبه. بيروح لليدي رايا زوجة الامير دايمون اخو الملك، وبتكون رايحة تصطاد غزال، وبيعرض عليها قريبها السيل جيرالد ان هو يرافقها، لكن بترفض وبتقول ان هي بتحب الصيد لوحدها. وفي طريقها بيقابلها الامير دايمون زوجها، بتبقى مستغربة جه المدينة بتاعتها ليه، وبتبقى مش بتحبه اساسا، والزواج زواج مصلحة برضه، وبيعمل حاجة غريبة كده فبيوقع الحصان اللي هي راكباه، وبتقع هي من عليه وما بتبقاش عارفة تتحرك، وبيسيبها دايمون وبيمشي، بس هي بتستفزه وبتقول له عرفت انك ما بتعملش حاجة لحد الاخر، فبيرجع بصخرة يقتلها. وبنرجع للمملكة وبيكون اوتو ماشي وسايب القصر زي ما طلب منه الملك، وبتروح تودعه الملكة أليسنت بنته، بس هو بيقول لها انت السبب في اني امشي لانك فضلتي رينيرا عليا، فبتقول له الملك انت اللي حاولت تولي إيغون ورث للملك بأي طريقة، فبيفهمها اوتو وبيقول لها ان الملك هيموت قريب ورينيرا هتمسك الحكم والناس مش هتوافق وهيبقى في حرب، فعلشان تهدي رينيرا الدنيا هتقتل اخوها، وده اللي خلاه يحاول يخلي إيغون هو الوريث، وبيودعها اوتو وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون الملك في سيرياس واخد الاميرة رينيرا ورايح علشان يجوزها لنور ابن كوليس حاكم الفلاريون، وبتكون الملكة أليسنت بتتمشى في الجنينة وبتقابل السير لاريس، وبيقعد يتكلم معاه عن والدها وان هو اتظلم في الطريقة اللي مشى بيها، وبعدين بيجيب سيرة الاميرة رينيرا وبيقول لها ان هي مريضة، فبتستغرب أليسنت، فبيقول لها ان هو شاف الحكماء او الاطباء
في نفس الوقت واخدين وصفة عشبية ورايح بيها للأميرة علشان تشربها. فبتفهم كده أليسنت إن في حاجة حصلت مع الأميرة وإن كلام والدها كان صح، وبتبقى مفكرة عم الأميرة ديمون هو اللي عمل كده. وبنروح لهاتايد مملكة كولورسيس، وبيكون الملك واقف مع كولورسيس إن الليدي رايا زوجة دايمون ماتت نتيجة إن هي وقعت من على حصانها رغم إن هي مشهود لها بالفروسية والشجاعة. فمش بيدي الملك اهتمام وبيقول لهم ندخل في موضوع أحسن شوية، وبيقول كولورسيس أنا بقترح ابنك ليرون يتجوز الأميرة نيريرا. فطبعا كولورسيس بيوافق وبيستفهم ايه هيبقى نظام الحكم. فبيقول له الملك ان الاميره وريثه واي حد من ذريتها ولد او بنت هو اللي هيورث العرش من بعدها، بس المولود ابن ليريرا ولينور هيبقى حسب التقاليد اسمه فاليرين، بس لما يحكم هيحكم باسم الترغيان علشان ما ينفعش عائله الترغيان تنتهي بالاميره نيريرا لان التنانين هم الترغيان يعني حكموا ال100 سنه اللي فاتت وهيحكموا ال100 سنه الجايه كمان. وبيخرج نينور والاميره نيريرا يتمشوا مع بعض على البحر، وبتتفق معاه رينيرا ان الزواج هيبقى سياسي لان ده واجب على اولاد الملوك، وبعد ما يتجوزوا كل واحد يعمل اللي هو عاوزه زي ما كان عادي. وبيكون كولوريس مع زوجته رينيس بنت عم الملك فاسيرياس وبيتكلموا عن ابنهم، وبتبقى ريسنس خايفة على ابنها علشان لما رينيرا هتمسك الحكم هتقوم حرب عليها وطبعا على جوزها، لان الشعب شايف ان الوريث لازم يكون ايغون ابن الملك. بس زوجها كولوريس بيطمنها وبيقولها ان مفيش حد يقدر يعترض نيريرا لاننا عندنا نص تنانين واسلحة المملكة واللي هيحاول هيتقتل. فبتسأله ريسيس ليه كل ده، لان العرش ده كان المفروض يبقى ليكي انتي مش لفاسيرياس. وبترجع الأميرة المملكة على السفينة اللي كانوا جايين فيها، وبيروح لها كريستون الحارس بتاعها وبيقول لها ان هو بيحبها وعاوزها تهرب معاه علشان ما تتجوزش لينور اللي هي ما بتحبوش، ويروح منطقة اسمها إسيريوس يتجوزوا هما الاتنين فيها. فبترفض هي وبتقول له ان هي هتكون الملكة بعد كده وان هي مش هتهرب معاه وتجيب العار لوالدها. بس هي اتفقت مع لينور ان اللي عاوز يعمل حاجة يعملها على اساس ان هي هتبقى زوجة لينور بالاسم وبالفعل عشيقة كريستون يعني. بس كريستون بيبقى رافض يبقى العشيق لانه اقسم قبل كده ان هو هيكون حارس عليه العفة، وكان مفكر ان هو لما يتجوزها كان صلح اللي حصل يعني. بس هي بترفض برضه وبيسيبها كريستون وبيمشي. واول لما بيرجعوا المملكة بتستدعي الملكة أليسنت السير كريستون وبتقول له أليسنت ان الليلة اللي راجع فيها ديمون خايفة تكون رينيرا غلطت معاه كتير شباب وكده. بس كريستون بيقول لها غلطة حصلت بس معايا انا. وبعد لما بيعترف بيطلب من الملكة ان هي تكون رحيمة بيه، وبدل التعذيب بتؤمر بقتله على طول، وبتشكره الملكة على صراحته وبتسيبه وبتمشي. وبيكون الملك تعبان وبيودع وقاعد مع مستشاره اللي عينه بدل اوتو واسمه لاينور، وقلقان الملك هيكتب التاريخ عن ايه وهو ما حاربش ولا غزا اي منطقة. وبيقول له المساعد بتاعك هيقول عنك حافظت على المملكة من الحرب وعشت في سلام، والسلام افضل من الفتوحات. وتاني يوم بيكون حفل زواج لينور وبيجي الحكام من كل حتة علشان يباركوا الزواج من كاستروك وهولدول تاون ومن كل أرجاء الممالك السبعة. وبعد شوية بيوصل لينور وعائلة الفرانين، وبيوصل بعدهم دايمون وبيبدأ الملك يقول خطابه، وبيقطع خطبته وصول الملكة لابسة أخضر، وده بيخلي ناس من اللي قاعدين يذهلوا لأن اللون الأخضر دوت له معنى عندهم، لأن هما لما بيبقى في حرب في أول التاون بيولعوا المنارة نور أخضر، وده معناه إن هما بيستدعوا حلفائهم للحرب. وأول التاون دي المدينة اللي منها الملكة معناه إن هي بتستعين بيهم يعني، وده بيخليهم يسكتوا. وبعدين بيكمل الملك خطبته عادي، وبعد ما بيخلص الملك بيرقص الأميرة وعريسها لينور، وبيروح السير جيلارد بيتهم دايمون بقتل زوجته رايا، بس دايمون بيبقى بارد وبيقول له حضر لي الورث بتاعي. وبيكون لينور واقف مع الحراس بتوعه وبيقول له الحارس ان كريستون هو عشيق الأميرة، وبيقول له كده انت عارف سرها زي ما هي عارفة سرك. والسر بيكون ان لينور من قوم لوط يعني هما والحراس بتوعه. وبعدها بيروح الحارس بتاع لينور لكريستون وبيكلمه ويستفزه، وبيروح دايمون علشان يستفز الأميرة وبيقول لها ده اللي انت عاوزاه تتجوزيه لينور يعني. فبتقول له ان الزواج تقليد سياسي زي ما قال لها، ولو عاوزها ويقدر يتحدى حراس الملك يحاول كده وهنشوفه. وبعدها بنسمع صوت ضرب وبيكون كريستون بيموت الحارس بتاع لينور وبيقتله فعلا، وبيحزن لينور عليه جامد. وبيروح كريستون علشان يقتل نفسه بس بتمنعه الملكة، وبيكمل الزفاف عادي وبيتجوز لينور والأميرة. بس في الوقت ده بيقع الملك وبيبقى نزف كتير وشكله كده مات. تبقى الأميرة نيريرا حامل وبتولد ولد، وبيجي لها أمر من الملكة إن هي عايزة تشوف المولود الجديد، فبتأمر رينيرا خدم يلبسوها، وبتروح هي والأمير لينور للملكة. وأول لما بتروح للملكة والملك بيهنوها على الطفل الجديد وبيسمي لينور الطفل جوفري، وبترجع رينيرا لأوضتها وبتعرف إن عيالها الاتنين اختاروا بيض التنين للطفل تحت إشراف هاروين. وبتبقى رينيرا زعلانة لأن لينور سمى الولد من غير ما يستشيرها. بيروح حراس الملك علشان يطلعوا التنين في الماكس، وبيبدأوا يعلموا الأمير جيسيرياس
يروض التنين زي ما يغون سيد التنانين روض التنين سارفاير، وبيقدر جيرسيريس يروض التنين لحد لما بقى يطيعه. بيتريق الأولاد على أيموند لأن هو الوحيد اللي مش معاه تنين، وبيجيبوله خنزير يخدمه ولكنه بيتغاظ من تصرفهم، فبيدخل عند حظيرة التنانين وبيحاول يقرب من تنين لكنه بيبخ في وشه نار فبيطلع يجري. بيروح أيموند يعيط لأليسنت وبيعترف لها إن هو راح لحظيرة التنانين لأن أبناء رينيرا اتريقوا عليه، فبتهديه أمه وبتقوله إن هو قريب هيبقى معاه تنين. بتروح أليسنت لفيسيريوس وبتطلب منه إن هو يمشي الحارس علشان تقوله سر، ولما الحارس بيمشي بتقوله إن عيال رينيرا بيتريقوا على ابنها ولازم يودع لهم حد لأن خلفت جديد، ويا عالم الولد ده من جوزها ولا لأ مش طالع شبهه. فبيتعصب فيسيريوس وبيقول لها ما تجيبيش سيرة بنتي بالوحش تاني علشان هيبقى العقاب وخيم. بتروح أليسنت لكريستان وبتشتكي له من عمال رينيرا وإن أبوها بيدعمها وإن هي ممكن كده تاخد منها الحكم. بتكلم أليسنت الإيغون وبتنصحه ينشف شوية ويبقى ليه شخصية علشان يمسك الحكم وما تخليش رينيرا تدي الحكم لابنها، وإنه يقدر يتحداها بعد كده وياخد الحكم هو. بنروح لدايمون ولينا واللي بيكونوا بيعملوا عرض بالتنانين العظيمة بتاعتهم كرسيس وفيجار والنار اللي بيبوخها من بقه، وبيبقى كل سكان القرية مبهورين. وبيقعد دايمون مع أكبر راس في بيتونس اللي بيعرض عليه يدخل معاه في التحالف الثلاثي بالتنانين بتاعته ويديله القصر اللي هو مستضيفه فيه يبقى بتاعه هو وعيلته، ولكن لينا بتقاطعهم وبتقول لدايمون ان هم هيمشوا ركسس، لكن دايمون بيقاطعهم ويقول للحاكم ان هو هيفكر في الصفقة ديت. بتكلم لينا ديمون وبتقول له ان هو لازم نرجع بلدنا علشان احنا كده مطرودين وما ينفعش نبقى من سلالة الفاليريا ونطرد بره البلد، ولكن دايمون بيبقى ليه رأي تاني وبيقول لها ان هو عنده الذهب والتنانين ومش محتاج حاجة تانية من الحياة غير الراحة ومش لازم يشغلوا بالهم بالحوارات بتاعة الحكم. نقدر نقول ان هو بقى عنده صفاء نفسي ومش عايز حاجة تانية من الدنيا. بنشوف كريستان وهاروين وهما بيدربوا عيال أليسنت وعيال رينيرا وبيبقى الملك واقف يتفرج عليهم ومعاه المعاون بتاعه، ولما بيشوف كريستان ان هاروين مهتم جدا بالتدريب عيال رينيرا اكتر من ابن أليسنت بيستفزه بالكلام وبيقول له ان محدش بيهتم بتدريب حد كده الا لو كان اخوه او ابنه، فبيتعصب هاروين وبيتقاتلوا هما الاتنين وبيفرم هاروين كريستين. بيروح هاروين لوالده اللي بيبقى متعصب منه بسبب اللي عمله في البلاط الملكي وبيسأله هل فعلا عمل علاقة مع رينيرا، لكنه بيقول له ان دي اشاعات، بس والده بيفضل متعصب منه ومش عاجبه تصرفاته. بتعرف نيريرا بالقتال اللي حصل وبتروح تقرب من اوضه هاروين وبتتجسس عليه وبتسمع الخناق اللي بينه وبين ابوه وده بيخليها حزينه. بترجع رينيرا لاوضتها وبيجي جوزها لنور وبيقول لها ان السيتيبسونس داخلين على حرب بسبب التحالف الثلاثي اللي هيتم، وبيبقى لنور عايز يروح يحارب هناك علشان يحصل على غنائم، بس رينيرا بتتعصب من تصرفاته وبتأمره بصفتها الاميره وبتأمره ان هو يفضل معاها. بنروح لبت دايمون وهي بتشتكي لامها ان هي مش زي اختها عندها تنين، ولكن امها بتطمنها وتقول لها ان هي هيبقى ليها مستقبل وهتركب تنين وتعمل اللي هي عايزاه. وبتروح لينا تشتكي لدايمون ان هم لازم يرجعوا لبلدهم لان العيشه هنا ما فيهاش راحه نفسيه خالص. بيكون الملك فيسيريوس عامل اجتماع وحاضر فيه أليسنت ورينيرا وبيبقى بيتناقشوا في امور الدوله والحروب اللي بتحصل في البلاد التانية وان هم لازم يسيطروا على الامر، وكل لما حد يقول رايه بتعقب رينيرا عليه علشان تثبت شخصيتها وبتفرض رايها بمعنى اصح. بعد لما بيخلص الكلام على الدوله بتقول رينيرا لأليسنت ان هم مش لازم يزعلوا من بعض بسبب اللي عيالهم عملوه علشان هم عيله واحده، وبتقترح عليها يجوزوا جيسيريوس لهيلينا علشان يفضل الحكم بينهم وما يخرجش براهم، وبيوافق الملك على القرار ده. لكن أليسنت بتبقى شايفه ان رينيرا مبقاش عندها امل في الحكم وبتحاول باي طريقه تفضل ماسكه في العرش. بيروح لاينور ابو هاروين للملك فاسيريوس وبيطلب منه ان هو يستقيل من منصبه كمعاون للملك بسبب اللي هاروين ابنه عمله، لكن فاسيريوس بيرفض طلبه فبيقول له ان هو لو ما استقالش فلازم ياخد ابنه يعيش في قلعه هارنال بعيد عن البلاط الملكي علشان ما يحصلش بينهم مشاكل تاني. بتروح أليسنت عند لاريس وبتحكي له عن مقابله لانورور لفاسيريوس وان هو طلب منه الاستقاله، فبيقول لاريس ان لانورور عمل كده علشان ما يبقاش منحاز لابنه عن الملك زي ما هتور عمل كده، فبتتعصب أليسنت عليه علشان غلط في ابوها وبتسيبه وبتمشي. بيروح لاريس عند شويه مساجين وقتله وبيقول لهم ان هو ممكن يديهم حريتهم بس بشرط ان هم ينفذوا له طلبه، ولكن ما بنعرفش ايه الطلب ده. بتكون لينا بتولد والولاده مستعسره وبيروح الحكيم يقول لدايمون ان الولد مش هيخرج وان هم لازم يفتحوا بطن لينا ولكنها مش هتعيش بعد كده، فبيرفض دايمون ان هم يفتحوا بطنها، لكن لما بتعرف لينا ان لازم يبقى في تضحيه بتضحي بنفسها وبتروح عند فيجار وبتخليه يحرقها بالنار. بيودع هاروين اولاده غير شرعيين وبيسال جيسيريوس رينيرا هل هاروين ابوه، لكنها بترد عليه باجابه ملهاش علاقه بالسؤال وبتقول ان هو من الترجيان وده مهم مش مهم مين ابوه. بنشوف شويه جنود رايحين قلعه هارنال وفي جنود تانيين بيراقبوهم من بعيد، وبعد
وبعد شوية بيحصل حريق كبير في القلعة، وبيبقى هاروين مش عارف ينقذ نفسه لأن الباب قفل عليه. بتعرف أليسنت باللي حصل في القلعة وبتبقى زعلانة، ولكن لاريس بيقولها إن القلعة ديت ملعونة، وإن اللي حصل ده حصل لأن حد تمنى إن هو يحصل لهم كده. بس أليسنت بتنكر إن هي تمنت كده. مع العيلتين الترجيان والفلايدور بعد ما لينا ماتت وهم بيودعوها وبعدين بيرموها في البحر. بعدين رينيرا بتروح تتكلم مع ابنها جيريس وبتقول له يروح يواسي بنات عمته اللي امهم ماتت. وبعدين بنشوف ايغون وهو بيتريق على اخته هيلينا وان هي غبيه، وايموند بيقول له ان هو لازم يحترمها علشان هي هتكون ملكته وزوجته المستقبليه. وبيلاحظ السير كريستون ان لاريس سترونج مشالش عينه من على الملكه، فبيروح يقول لها، ولكن الملكه بتقول له ان هي مجرد نظرات فخر لانه بقى لورد هنرار. اللورد كوريرس بيتكلم مع لوسريس ابن رينيرا الصغير وبيقول له ان هو هيبقى لورد لمفت مارك في يوم من الايام لان اخوه الكبير جيريس هيبقى الملك. ولكن لوسريس بيقول له ان هو مش عايز يبقى لورد لان ده معناه ان الجميع هيموتوا. وبعدين بيقول لصديقه ابن لونور ينزل يجيبه من البحر لانه بيكون سكران وواقف في البحر من فتره. والملك فاسيرياس بيروح يتكلم مع دايمون اخوه، واللي بالمناسبه رينيرا ما شالتش عينيها من عليه من اول الحلقه، وبيقول له يروح معاهم وان هو هيديله منصب في القصر. ولكن دايمون بيقول له ان هو مش محتاج منه حاجه وبيسيبه وبيمشي. الدنيا بقت ليل وكل اللي في القلعه ناموا، وكلوريس بيتكلم مع رينيس في حوار التاج اللي اتسرق منها من زمان، ولكنه بتقول له ان هي اتخلت عن العرش من زمان ومش عايزه تتكلم في الحوار دوت. وبتقوله كمان ان هي عايزه دفت مارك تتورث لبيلا بنت لينا علشان هي دم فلايرون حقيقي، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان ولاد رينيرا مش من صلب نيرو فلايرون، وما بيوافقش على كلامها لان هو عايز يورث دفت مارك لاولاد نيريرا. وبيقول لها ان التاريخ مش بيتذكر الدم ولكنه بيتذكر الاسماء، وان هو هيتذكر في التاريخ ان هم احفاده وولاد نيلور. بتكون رينيرا بتتمشى مع دايمون على البحر وبتقول له ان هي حاولت تنجب اطفال من نيلور ولكنها ما لقيتش اي متعه في الموضوع، وبتقول له ان هو السبب في دوت لان هو هجرها وهي صغيره وان حياتها بقت مأساويه. وبيرد عليها دايمون بنفس الكلام، وبعدين بتقول له ان هي ما بقتش طفله وان هي عايزاه جنبها. بعدين بنشوف ايموند بيروح عند مكان التنينه في جار واللي بيكون حجمها كبير جدا، وبيحاول ان هو يروضها ويخليها تخدمه، وبينجح فعلا وبيطير بقى فوق دفت مارك. وبعدين بيعرف ولاد لينا ورينيرا وبيشتبكوا مع ايموند لان هو خد تنينة امهم وان هي كانت من حقهم هما، وايموند بيقول لهم ان هما كانوا المفروض يطلبوها وان هي خلاص بقالها راكب جديد. وبيتخانقوا مع بعض وايموند بيوقع جيرياس ولوسياس على الارض وبيكسر له مناخيره، ولكن لوسريس بياخد تراب من على الارض ويرميه على عين ايموند، وجيرياس بيضربه بخنجر في عينه وبيصفيها. وبيتضايق الملك وبيتعصب جدا لما بيعرف، وبيستجوب الحراس علشان يعرف ايه اللي حصل، ولكن هما بيقولوا ان الامراء كانوا المفروض يبقوا نايمين، وان هما اول لما وصلوا لقى اللي حصل. وبعدين بتدخل رينيرا وبتطمن على اولادها وبتعرف ان هما اتشككوا في شرعية مولدهم وان ايموند دعاهم بالابناء الغير شرعيين. وبتقول للملك دي اهانه كبيره ليها وللعرش، وبيسال الملك ايموند علشان يعرف منه مين اللي قاله الكلام دوت، فبيقول له ان ايغون اخوه هو اللي قاله كده. وبيسال الملك فيسيرياس ايموند علشان يعرف مين اللي قاله الكلام دوت، فبيقول له ان ايغون اخوه هو اللي قال كده. وبيسال الملك فيسيرياس ايغون سمع الكلام ده فين برضه، وايغون بيقول له ان هو باين على شكلهم من غير ما حد يقول. وبعدين الملك بيطلب منهم كلهم يعتذروا لبعض، ولكن أليسنت ما بيعجبهاش الكلام، وبتقول للملك ان ده مش كفايه وان هي لازم تاخد عين حد من ابناء رينيرا وكده هيبقى تعادل. ولكن الملك بيقول لها ان الحوار خلص، وكمان بيقول لكل موجودين ان اي حد هيشكك في شرعيه اولاد الاميره رينيرا هيقتله. وبعدين أليسنت برضه بتبقى مصممه على حق ابنها، فبتخطف الخنجر من الملك وبيحصل فوضى في المكان، وبتشتبك مع رينيرا وبتجرحها في دراعها. وبيتكلم ايموند وبيقول لامه ما تزعليش، انا صحيح خسرت عيني ولكن كسبت تنين، وكمان مش اي تنين ده فجار. وبينهي الملك فيسيرياس القعده وبيمشي كل الناس. وبعدين اوتو بيروح يتكلم مع أليسنت وبيقول لها احنا بنلعب لعبه وسخه وانا شايف انك عندك عزيمه تكسبيها، وبتقول له ان الملك مش هيسامحها على اللي هي هتعمله ابدا، ولكنه بيقول لها ان الملك هيسامحك بس روح انت وبيني له انك ندمانه وانك عملتي كده بسبب العاطفه وابنك المجروح. وبيقول لها كمان ان فجار تستاهل الثمن اللي ايموند دفعه علشان عينه يعني. وبعدين نور بيروح يطمن على رينيرا واولادها، وبتقول لنيرا ان كان نفسها الاولاد اللي خلفتهم يكونوا ولاده لان ده كان هيغير حاجات كتير جدا. وبيقول لها نور ان السير كولر هيحارب قريب في سبيستون وان هي كمان تستحق زوج افضل منه. هنعرف كمان شويه معنى الكلام دوت. وبيرجع الملك على كينجز لانديك وبيكون متعب جدا ويرفض الحديث مع أليسنت في اي كلام في الوقت دوت. وبعدين لاريس بيتكلم مع الملكة وبيقول لها ان هي لو عايزة تجيب لها عين حد من اولاد نيريرا ان هو ممكن يعمل كده، ولكنها بتقول له متشكرين يا رجولة الحوار خلاص ولو احتجت منك حاجة اكيد هقولك. وبعدين رينيرا بتتكلم مع دايمون وبتقول له ان هي عايزاه يكون جنبها علشان تقدر
تقف في وش حزب الملكة، وكمان علشان يوحدوا صفوفهم زي ما عمل ايغون الفتح مع اخواته، وان هما لازم يتجوزوا كمان علشان محدش ينكر احيتها في العرش، وعلشان محدش يستغرب هما الطرغيان بيتجوزوا اخواتهم وقرايبهم علشان يحافظوا على الدم الملكي بينهم. بتقول له ان قدرهم يكونوا مع بعض، ولكن دايما بيقول لها ان هو ما ينفعش يتجوزوا غير لو لينور مات، وهي طبعا عارفه وبتقول له ان هي مش عايزه تكون طاغيه، وبيقول لها ان هي لازم تكون طاغيه وتحكم بالرعب علشان الشعب يخاف منها ويحترمها. بعدين بتشوف دايمون وهو بيتكلم مع السير كولر وبيعرض عليه ان هو ينفذ له جريمه قتل قدام شهود مقابل الذهب. وبعدين السير كولر بيبقى في قاعه في قلعه الديفنمارك، وبيجي لينور وبعدين بيقتله ويرميه في النار وبيموته، ووشه بيبقى متشوه، ولكن لما بتشوف امه بتنهار، وبيطلع ان كل ده فيلم، وان لينور ما ماتش، واللي اتحرق ده كان واحد تاني من الحراس علشان الناس تعتقد ان لينور مات. ودايما ولينيرا بيتجوزوا، ولينور بيكون لسه عايش ولكنه بيغير شكله ويهرب مع السير كولر على سفينه في البحر. ودايما ولينيرا بيتجوزوا على طريق فاليريا القديمه اللي هي الزواج بالترابط بالدم. اللورد كلوريس بيبقى بيحارب بقاله 6 سنين، ورانيس هي اللي بتحكم ديفنمارك في الوقت دوت، وبتوصل لها اخبار ان كلوريس ممكن يموت بسبب الحمى الشديده اللي جات له. وبيكون واقف في موند اخو كليرس وبيقول لها ان هو المفروض هو اللي يحكم ديفنمارك بعد ما كلوريس يموت، ورينس بتقول له ان اللي هيحكم هو لورسريس زي ما كلوريس قال. ولكن فيرمورد بيرد عليه وبيقول لها ان كده سلاله فريون هتنتهي ويحل مكانها عائله سترونج بحكم لورسريس ابن غير شرعي لعائله سترونج، وده بسبب كلوريس، وان هو مش مهتم بالدم، وان اهم حاجه عنده الاسم. ولكن رينيس ما بتوافقش على كلامه وبتعتبره خيانه. دايما بيكتشف ان ساركيس وضعت 3 بيضات جديده وبيديهم للراجل اللي بيعتني بالتنانين علشان يحطهم في مكان حرارته كويسه علشان البيض يفقس ويطلع تنانين صغيره. وبتوصل له رساله من بنته بيلا من ديفنمارك وبيعرضها على نينيرا، وبتكون محتواه ان فايموند بيشكك في شرعيه لوسريس، وبيشك ساعتها ان فايموند ضم قوات الاوتو واليسنت، وبيبقوا فاكرين ان رينيس كمان هي هتقف ضدهم، وبيقرروا يروحوا العاصمه كينغيتس، وبيوصلوا للقصر واللي بيكون شكله اتغير جدا عن اخر مره، وبيروحوا لغرفه الملك علشان يشوفوه بيكون تعبان جدا وحالته متدهوره على الاخر. وبنعرف ان اللورد كلوريس اتصاب في سبيستون في معركه ضد التحالف الثلاثي اللي نشأ من جديد، وبيطلبوا من الملك يأكد شرعيه لوسريس في خلافه الكوريسيس لديفنمارك، وبتوري له ولادها هي ودايمون ايغون وفاسيرياس، وبيفرح جدا بيهم وبيبقى عايز يمسكهم، ولكن التعب بيزيد عليه ومش بيقدر، وبيطلب من دايمون يديله مشروب الاعشاب. الملكه اليسنت بتكون في طريقها علشان تستقبل رينيرا ودايمون، ولكن بيجي لها خبر من الحراس عن امر متعلق بالامير ايغون، وبتعرف ان هو اعتدى على واحده من الخادمات بتوعه، وبتواسيها الملكه وبتديها فلوس تعويض على اللي حصل لها، وكمان بتشربها مشروب الاعشاب علشان ما يحصلهاش حمل بعد ما الامير اعتدى عليها. وبعدين بتروح تهزق الامير ايغون. بعد كده بتروح تتكلم مع رينيرا ودايمون، وبنعرف ان هي اللي بتحكم هي ووالدها معاون الملك، وبيشربوا الملك مشروب الخشخاش واللي بيخليه مش دارب اللي بيحصل حواليه. لكن اليسنت بتقول لهم ان المشروب دوت علشان يخفف عنه ألمه. وبعدين بتشوف جيسيرياس ولوسريس في ساحة القتال، وبيبقى ايموند بيتدرب مع السير كوريستون ومستواه بيتحسن جدا. في الوقت ده بيوصل فايموند للقصر وبيروح يتكلم مع الملكة والمساعد، وبيقول لها ان المملكة في حالة سلم من فترة كبيرة بسبب الملك جيهيرياس والملك فاسيرياس، وان هم داخلين على حرب كبيرة، وان هي اكيد مش هتسمح ان طفل يكون هو لورد ديفنمارك وصاحب اقوى واكبر سطور في ويستون لما ده يحصل. بعدين بتشوف رينيرا وهي بتتكلم مع ريسينس علشان تعرف منها هتكون في صف مين، وبتعرض رينيرا عليها ان هي تدعم حق لوسريس في وراثة ديفنمارك بدل فايموند، في مقابل ان هم يكونوا حلفاء وولادها يتجوزوا ولاد لينا، وبيلا تكون بعد كده ملكة الممالك ال7، ورينا تكون سيدة ديفنمارك. ولكن ريسينس بتقول لها ان ده عرض يائس وبتفضل ان هي تكون لوحدها. بعدين رينيرا بتتكلم مع والدها في سيرياس وبتقول له ان هو حط عليها عبء كبير جدا لما اعلنها وريثة للعرش، وان هو لازم يدافع عنها ويدافع عن اولادها. بعدين بنشوف الملك بيكون انتشر المرض في جسمه وبيكون ضعيف جدا، والحكماء بيعالجوه، وبيقول له مساعد اوتو ان هو عايز يتعشى الليله مع عيلته كلها. بنشوف بعد كده اجتماع في البلاط الملكي، وبيكون اوتو قاعد على العرش بصفته مساعد الملك. الاجتماع بيكون لمناقشه مساله خلافه اللورد كوريسيس فلانون، وبيتكلم اللورد فيمون وبيقول ان هو حق ان هو يخلف اخوه لان هو دم فلانون الحقيقي، وبيشكك في شرعيه اولاد نيرا قدام كل الحاضرين، وبيقدم نفسه علشان يكون لورد ديفنمارك. وبعدين بيجي دور لينيرا علشان تتكلم، ولكن في اللحظه ديت الملك فيسيرياس بيدخل البلاط وبيتضرب له تعظيم سلام، ولكنه بيكون بيمشي بالعافيه، فبيساعده اخوه دايما ان هو يجلس على العرش، وبيقول للحاضرين ان المساله اللي هم مجتمعين علشانها امرها محسوم، وان اللورد كلوريس هو اللي يحق له القرار في الموضوع دوت، وبما ان هو مش موجود فالاميره نيريس زوجته هي اللي تتكلم بدلا عنه. وبتتكلم رانسيس وبتقول له ان هي رغبه اللورد كلوريس ان اللي يخلفه في حكم ديفنمارك هو لوريس حفيده، وكمان
وكمان بتطلب جواز شيشيرياس ولوريس من بيلا ورينا زي ما وعدتها الأميرة نيريرا. وهنا بقى بيتكلم فايموندو بيقول للملك انت كده بتخرق القوانين والعادات اللي بقالها قرون، وبيقول له ان هو مش هيسمح ان ده يحصل، وبيقول قدام الملك وقدام الكل ان لورسيس مش فلارون، وبيقول للملك انت حر في عيلتك تعمل فيها اللي انت عايزه ولكن ما تكررش مصير عيلتي. وبيقول له ان هو مش هيسمح ان عيلته تنتهي بسبب اولاد غير شرعيين، وبينتهم رينيرا بالعاهرة. وبيرد عليه الملك فاسيرياس وبيقول له انا هقطع لسانك، ولكن دايمون بيطلع سيفه ويطير رقبته بسبب اللي قاله. وبعدين بيروح الملك على غرفته وبيبدأ الاطباء يجهزوا جثة فايموند علشان تروح ضفة مارك. وبعدين بتشوف الملك بيجتمع مع العيلة كلها على العشاء وبيحتفل بمناسبة خطبة جيسيرياس ولسريس لبيلا ورينا. وبعدين بيقول لهم ان هما لازم ما يحملوش اي ضغينة لبعض علشان يحافظوا على بيت التنين، وبيترجوهم يعملوا كده علشانه لان هو بيبقى حاسس ان هو قرب يموت. وبعدين رينيرا بتشكر أليسنت وبتنصفها لان هي اكتر واحدة اعتنت بالملك، وبيشربوا مشروب في اجواء عائلية جميلة. بعدين ايموند بيستفز اولاد رينيرا وبيحصل مشاجرة خفيفة كده بين الامراء، ولكن بيتم السيطرة على الوضع بسرعة. ورينيرا بتبقى عايزة ترجع دراغوستون، ولكن أليسنت بتقول له ان هي لسه واصلة وما ينفعش تمشي، وبتقول لها رينيرا ان هي هتوصل اولادها وترجع على ظهر التنين. وبعدين بتشوف الملك بيكون تعبان جدا وبيتكلم مع أليسنت عن ايغون والامير الموعود وحلمه اللي في سماء اغنية الجليد والنار، وبيبقى تقريبا فاكرها رينيرا لانه قال الكلام ده لرينيرا قبل كده. وأليسنت بتفكر ان هو بيتكلم على الامير ايغون ابنها، وبتفتكر ان الملك عايز ايغون ابنه هو اللي يحكم من بعده. في الريد كامب وهدوء شديد جدا في القلعة، وفي ولد صغير بيروح لتاليا وصيفة الملكة يبلغها خبر. وبعدين تاليا بتروح للملكة أليسنت تبلغها بالخبر اللي عرفته، والملكة ما بتستناش على خبر وتروح تبلغ ابوها اوتو بالخبر، وبيسألها حد تاني غيرك يعرف الخبر دوت، فبتقول له تاليا الوصيفة بتاعتي وحبة خدم كده من القصر. وهي بتقول له ان الملك قبل ما يموت كانت هي اخر واحدة شافته، وقال لها ان هو عايز ايغون ابنها هو اللي يكون الوريث. واوتو طبعا ما صدق لان هو كان بيخطط لدوت في السر وبيعمل اجتماعات في الفجر مع المجلس الصغير بتاعه. وبتتفاجئ أليسنت في المجلس ان هم كانوا مخططين يخلوا ايغون الملك بعد وفاة الملك فيسيرياس وياكلوا حق رينيرا، ولكن في لورد من المجلس بيرفض الكلام دوت وبيتهم ان الملك تم تصميمه وان رينيرا هي الوريثة الشرعية مش ايغون. فبيجي السير كريستون ويخبطوا في الترابيزة وبيقتله، وبيبقوا مخططين كمان ان هم يقتلوا رينيرا لان هم عارفين ان هي مش هتسيب حقها، وكمان ديمون معاها وهم طبعا مرعوبين من ديمون. ولكن أليسنت بترفض دوت وبتقول لهم ان الملك عمره ما كان هيسمح بحاجه زي ديت تحصل. وهنا اللورد وسترينج قائد الحرس الملكي بيستقيل من منصبه لان هو راجل شريف ومش هيشارك في المؤامره بتاعتهم. وبعدين الامير ايغون بيكون مفقود، واوتو بيكلف السير أريك الحارس الشخصي للأمير وأخوه إن هم يدوروا عليه في المدينة ويجيبوه ليه. وبعدين بيشوف رانيس محبوسة في أوضتها علشان ما تعرفش خبر موت الملك وتوصله لرينيرا. وكمان الحراس بياخدوا تاليا وكل خدم اللي في القصر يحبسوهم علشان الخبر ما يتسربش ويوصل لرينيرا ودايمون. والملكة بتقول للسير كريستون يروح يدور على ايغون، وبيروح مع ايموند علشان هو عارف الاماكن اللي اخوه بيروحها واللي ممكن يكون في واحد منهم دلوقتي. وعلى الناحية التانية بيكون السير إريك واخوه بيدوروا على الامير في الحانات بتاعة المدينة، وبيشوف عيل صغير يبقى ابن الامير ايغون الغير شرعي، وده واحد من كتير ابناء غير شرعيين للامير. في القصر اوتو بيجمع لوردات المملكة اللي اعلنوا ولائهم لرينيرا من يجي 20 سنة ويبلغهم ان الملك طلب ان ايغون يكون هو الملك من بعده، وبيطلب منهم يتعهدوا بالولاء للملك الجديد، واللي بيرفض منهم ويفضل ولاءه للأميرة نيريرا بياخده يخلص عليه. الملكة أليسنت بتروح تتكلم مع الأميرة رينيس تقول لها ان الملك مات، وبتحاول تقنعها ان هي تضم صفها ليها، وبتقول لها ان عيلة فلانور حريفة رينيرا بقالها كتير وده ما نفعهاش بحاجة بل ضرها ان بنتها ماتت وابنها مراته خانته، وبتعرض عليها ضفة مارك ليها ولذريتها. ولكن رينيس ذكية جدا وبترفض كلامها. بعدين بيشوف السير أريك واخوه عرفوا يوصلوا اوتو بالدودة البيضة، والست ديت بتكون عندها جواسيس في كل مكان في العاصمة حتى في القصر، وهي عارفة مكان الامير، وبتطلب من اوتو ان هم يوافقوا استخدام الاطفال في لعب القمار في الحانات، وبتقول ان هي كان ممكن تقتل الامير بسهولة جدا ومحدش كان هيعرف، واوتو بيوافق على طلبها. وبعدين بنشوف السير أريك واخوه قدروا يوصلوا للامير بعد ما الدودة البيضاء قالت لهم على مكانه، وبياخدوه علشان يودوه لاوتو. ولكن في السكة بيعترضهم السير كريستون لان هو عايز ياخد الامير يوديه للملكة، وبيتعارك هو والسير أريك وايغون بيهرب، ولكن اخوه ايموند بيمسكه، وايغون بيقول لاخوه ان هو مش عايز يبقى الملك وان هو عايز ياخد سفينة ويهرب ويعيش حياته براحته وان ممكن ان انت تبقى الملك. وايموند بيعجبه الكلام دوت وبيفكر في لحظة كده، ولكن السير كريستون بيكون هزم السير أريك وراح لايغون وايموند علشان ياخدوه للملكة. بنشوف اوتو بيكون بيكتب رسالة لحد
وبتدخل عليه بنته أليسنت وبتكتشف ان هي كانت أداة بيستخدمها ابوه علشان يوصل لأهدافه، وبتقوله ان هي هتبعت شروط رينيرا في قلعتها في جراستون وتتعهد ان هي هتقسم بالولاء لإيغون علشان يعني تمنع الحرب اللي هتقوم. واوتو طبعا ما بيبقاش موافق لان هو عايز يتخلص من رينيرا نهائي، وبتقوله كمان ان هي هتعين كريستول قائد الحرس الملكي وان ابنها الامير معاها وهيتم تنصيبه ملك بكره. واوتو بيقلق من كلامها لان كده نفوسها هتقل بشكل كبير. وبعدين بتروح على غرفتها وهناك بيكون مستنيها لاريس، بيقولها ان في شبكه من الجواسيس منتشرين في قلعه الريد كاب، وواحده من الجواسيس ديت تبقى تاليا خادمه بتاعتها، وبيقولها ان ابوها عارف بس هو سايبهم كده علشان يعرف منهم الاخبار المهمه، وبيقولها كمان ان هو ممكن يخلص عليهم لو هي عايزه ده، ولكنها بتسكت وما بتقولش حاجه. وبعدين بتشوف السير اريك راح علشان ياخد الاميره رينيس يهربها من القصر، وبينزلوا للمدينه وهي بتبقى عايزه تاخد تنينه ماليس معاها، ولكن السير اريك بيقولها ان هي ما تنفعش تروح تاخدها لان هم هيبقوا متوقعين ان هي تروح لهناك وهيبقوا منتظرينها، وبيكملوا طريقهم متوجهين للبحر ولكنها بتطوف في وسط الزحمه. وبعدين ايغون الامير اللهبل دوت بيكون متوجه مع الملكه أليسنت للمكان اللي هيعلن فيه وريث، ولكنه ما بيكونش مقتنع ان ابوه وصى ان هو هيبقى الملك من بعده، ولكن امه بتقنعه بدوت وبتقوله ان هي ديت كانت رغبه ابوك واخر حاجه قالها قبل ما يموت. في قاعه كبيره فوق الدراجون بيت اللي هي حظيره التنانين بيدخل الاف الناس من شعب كنسين علشان يحضروا حفل تنصيب الملك الجديد، وبيخطب فيهم اوتو وبيقول لهم ان ملكهم مسالم فاسيرياس قبل ما يموت قال ان هو ابن ايغون هيحكم من بعده. وبتبدا مراسم تتويج الملك، وبيمسك السير كريستون التاج وبيحطه على راس ايغون، وبيبدا الناس بالهتاف. وفي وسط الزحمه بتاعت الناس ديت كلها رينيس بتنزل للدراجون بيت وبتطلع بتنينها ماليس من تحت الارض كده. هتقول لي ازاي؟ هقولك ما انا لسه قايل لك ان الدراجون بيت تحت القاعه الكبيره ديت، وطبعا ده تنين يعني هيكسر ارضيه القاعه ديت بسهوله ويطلع. المهم بتطلع رينيس بالتنين وبيصرخ التنين في وش ايغون والملكه، ولكن رينيس ما بتحرقهمش ولا حاجه وبتاخد تنينها وبتمشي. بعد كده بيروح للامير لوك وهم الاميره نيريرا، وهي بتقول ان هو مش عايز يكون لورد ديفتمارك وان عمره ما هيبقى زي ثعبان البحر جده اللورد كولوريس، وبيقول لها ان اللورد فيموند كان هو الاحق بديفتمارك، ولكن رينيرا بتقول له ان ده قدرك ولازم في يوم من الايام تكون لورد ديفتمارك. في الوقت دوت بيدخل الحارس ويبلغها بوصول الاميره رينيس، وبتجتمع معاها ومع ديمون وبتبلغهم رينيس بان الملك فاسيرياس مات وايغون تم تنصيبه كملك خلفا له قدام الشعب كله، وبتقول لها ان ديت خيانه ولازم يتم اعلان حرب فورا، ولكن مش هي اللي بتعلنها وهي راحت تحذرها بس هي ولائها لجوزها وعيلته وان هم اقسموا بالولاء لرينيرا. وديمون بيبقى شاكك ان اخوه فاسيرياس ما ماتش موت عاديه وان هو مات مقتول، وأليسنت استولت على العرش لابنها. لكن رينيرا في الوقت دوت بيجي ميعاد ولادتها وبيتكلم دايما مع حراس دراغستون وبيقول لهم يعملوا حراسه على شواطئ الجزيره تحسبا لاي هجوم، وبيقول لهم يرسلوا غربال لكل حلفائهم، وبيتكلم مع 2 من فرسان الحرس الملكي وبيقول لهم يجددوا ولائهم لرينيرا ولو ما عملوش كده هيكون ولائهم لايغون وبكده هيعتبر خيانه، وبيهددهم بتنين وكراسيس. في الوقت ده الاميره نيريرا بتكون ولادتها صعبه جدا وطفلها بيتولد ميت وبيحرقوا جثته حسب تقاليدهم. وفي الوقت دوت بيوصل لهم السير اريك ومعاه تاج الملك فاسيرياس بيقدموا لرينيرا وبيتعهد ليها بالولاء والقتال من اجلها، ودايمون بياخد التاج وبيحطه على راسها وبكده بقت الملكه رينيرا. وبيجتمعوا على ترابيزه عليها خريطه المملكه علشان يبداوا يخططوا للحرب، ودايمون بيقول لرينيرا ان جيشهم يقدر يدافع عن دراغستون ولكنه ما بيقدرش يغزو المملكه، علشان كده طلبوا مساعده من حلفائه في حرس المدينه. ولكن للحظه كده وهم بيفكروا في الجيش بتاع البشر بيفتكروا ان هم عندهم تنانين وتنانين كتير طبعا كمان. طب ما الخضره أليسنت وايغون وايموند عندهم كمان تنانين بس عندهم 3 تنانين بالغه، انما سود رينيرا ودايمون وعيله فلانور عندهم تقريبا 10 تنانين و20 بيضه، ولكن التنانين كلها ما شاركتش في حرب قبل كده. وبيبدا دايمون يحط خطه للاستيلاء على هرينار وغراندينغ باستخدام التنانين. في اللحظه ديت بيجي السير اريك ويبلغهم بوجود سفينه من حزب الخضر على شواطئ دراغستون، وبيروح دايمون ويقابله على جسر القلعه اوتو، وبتوصل رينيرا وبيبلغها اوتو بشروط أليسنت وايغون، وديمون بيكون خلاص طلع سيفه وهيخلص عليه، ولكن رينيرا بتوقفه وبتقول لاوتو ان جواب على الشروط ديت هيوصلوا بكره للعاصمه. بيدخلوا يكملوا اجتماعهم تاني، ورينيرا بتبقى رافضه فكره الحرب مبدئيا لان هي عارفه ان التنانين مش هتخلي حاجه على حالها في المملكه لو الحرب بدات، ولكن ديمون ما بيوافقش على كلامها وبيبقى عايز الحرب. وبتتكلم رينيرا معاه على انفراد وبتقول على السر اللي ابوها قاله ليها اللي هو حلم ايغون الغازي، وان الحرب الحقيقيه هتبقى ضد الظلام اللي جاي من الشمال. لكن ديمون بيتعصب عليها وبيقول لها ان ابوها كان بيصدق الخرافات، وبيقول لها الجمله بتاعت الاحلام ما تخليناش ملوك،
ولكن التنانين هي اللي عملت كده. وهنا بقى نروح للورد كلوريس اللي بيكون تقريبا اتعافى من اصابته، وزوجته الاميره ناريس بتقول على الاخبار اللي حصلت في غيابه، وبيروح يحضر الاجتماع مع رينيرا وبيقول لها ان اسطول فراينور اقوى اسطول في القاره كلها تحت تصرفها في حاله الحرب، وبيبدا يشرح لهم الخطه عن طرق الاستيلاء على البحر الضيق باستخدام اسطول كلوريس طبعا، وبكده هيكونوا حصوا غلاندينغ وقلعة الريد كاب ويجبروهم على الاستسلام بسهولة. وكمان الامير جيسيرياس هياخد التنين بتاعه ويوصل للشمال لحد وودفير ويطلب الدعم من كراغ حاكم الشمال والامير لوسريس، والامير لوسريس هياخد التنين بتاعه برضه ويطير للجنوب على ستورمز اند ويطلب منهم الدعم برضه ويفكرون بقسمهم للاميره رينيرا. وبعدين بتتكلم الاميره رينيرا مع ولادها وبتخليهم يحلفوا ان هم ما يستخدموش اي اسلحه وان الموضوع كله هيبقى ودي، وبتديهم الرسائل اللي هيسلموها، وبياخد كل واحد تنين وبيروح على وجهته. وبعدين بتشوف الامير دايمون داخل كهف مظلم وبيغني باللغه الفرنيه، وبعدين بيشوف قدامه تنين بري حجمه كبير جدا بيطلع نار، ودومون واقف في مكانه ما تهزش، لا وكمان بيبص له في عينه وداخله علشان يروده تقريبا علشان يحارب معاهم. بيوصل الامير لوسريس لستورم اند وبيطلب من الحراس يقابل اللورد بروسيس، ولكن لما بيقابله بيلاقي ايموند جوه وبيقول اللورد بروسيس الرساله اللي جايه علشانها، ولكن بروسيس بيفضل عرض ايموند خصوصا ان هو هيتجوز واحده من بناته. وايموند بيستفز لوسريس وبيحاول يدخل معاه في معركه علشان يفقع له عينه، ولكن اللورد بروسيس ما بيرضاش يخليهم يتعاركوا في القصر بتاعه وبيخلوا الحراس يرجعوا الامير لوسريس لتنينه علشان يمشي، وبيطلع ياخد تنينه ويطير، ولكن الجو بيبقى فيه عاصفه وشتا جامد، وفجاه بيلاقي ايموند قدامه بيطارده بالتنين بتاعه في غار واللي بيكون حجمه كبير جدا. وبعدين لوسريس بيدخل ممر ضيق بالتنين وايموند ما بيقدرش يدخل وراه علشان تنينه حجمه كبير، ولكن هنا بقى التنانين بتستفز بعضها وما بتسمعش كلام صحابها، وتنين لوسريس بيفتح نار على فيغار وفيغار بتقطع تنين لوسريس فتافيت صغيره، ولوسريس تقريبا مات او وقع في البحر مات برضه. ومن نظره ايموند كده هي ديت تبقى بدايه الحرب. واخر حاجه رينيرا ودايمون بيعرفوا باللي حصل وبيخلص الجزء الاول على كده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحه الفيسبوك واعمل لي فولو على الانستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناه اسرع فيلم، منتظر رايكم في التعليقات. مع السلامه.